السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد، وان شاء الله النهارده هنعرف ازاي نخزن القلقاس. اول حاجة هنقطع الجزء اللي فوق ده، وبعدين هنبدأ ان احنا نقسم القلقاسة دي. كانت كبيرة قوي فهقسمها بالنص، وبعدين هبدأ اقشرها قطعة قطعة. هقطعها كده قطع، وبعدين هبدأ اقطع كل واحدة لوحدها. بتتقطع زي البطاطس كده، اللي بنشيل القشر بتاعها زي البطاطس. خدوا بالكم ان القلقاس افضل وقت للتخزين فيه هو شهر 1 و2. بعد ما نشيل القشرة هنبدأ ناخد كل قطعة ونقطعها لقطع صغيرة، إذا كانت بقى مربعات كبيرة أو صغيرة على حسب ما انتوا بتحبوا. كمان في ناس ما بتحبش تغسل القلقاس، وفي ناس بتحب تغسل القلقاس. أنا عن نفسي بحب أغسله، بغسله مرتين. أول مرة بغسله بمية سخنة، وبعدين بحط عليه ليمونة، بعصر عليه ليمونة، وبفضل أحرك فيه شوية. زي ما انتوا شايفين كده حطيت عليه ليمونة، وبفضل أحرك فيه شوية، وبعدين بدلق المية واملي المية تاني بس بمية ساقعة. تمام، واحرك فيه شوية كمان، وبعدين اصفيه خالص وانشفه خالص يعني. زي ما انتوا شايفين اهو، انا دلوقتي صفيته خالص، وبعدين هبدأ اجيب كيس تخزين واحط فيه واسويه علشان اعرف احطه في الفريزر كويس. في ناس بتحط عليه ليمون وهو في الفريزر يعني، بس انا بحبه اسيبه كده يعني عشان ما يمررش. تعالوا نشوف بقى ورق السلق هنعمله ازاي. انا جبت برضو حزمتين كده. طبعا مع القلقاس لازم تجيبوا ورق سلق عشان ايه تخزنوه معاه برضو وتعملوه بيه. انا شلت العيدان بتاعه ورق السلق زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هبدأ اغسله. هحط عليه شوية خل علشان ينضف كويس، وهبدأ اغسله كده من مرتين ل3 علشان بس التراب اللي كان موجود فيه يتشال. وبدأت حطيته في كيس تخزين برضو على قد الكمية اللي انا مخزناها، وبعدين هبدأ احطه في الفريزر كده. بس احنا كده خلصنا. انا عملت كيس من ده وكيس من ده، وانتوا بقى على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها هتعملوها. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.